النهاردة طالعة أكلمكم عن ضبابية المخ. يعني إيه ضبابية المخ؟ برين فوج. المشكلة في ضبابية المخ ما بتبقاش موجودة في الدماغ، لا هي بتبقى موجودة في الإرهاق العصبي. يعني مش تلاقي واحد كده يقولك أنا مصدع، أنا بنسى بسرعة، دماغي متشوشة، مش مظبوط. دي الحاجات دي بتيجي من سوء التغذية وهقول برضو بقية الأسباب، طبعا النوم وهتكلم عنها. المشكلة دايما في ضبابية المخ اللي هو البرين فوج هو ان انت بتزود في اكلك سكريات جدا، فده مشكلة كبيرة جدا. يعني السكر لما بيزيد في الدم يا جماعة بيعمل لخبطة في الجسم، فبيعملك البرين فوج. تاني حاجة لما بتشرب قهوة بكميات كبيرة قوي، يعني أنا ما منعتش القهوة بس اشرب فنجان واحد في اليوم. ليه أشرب 6 فناجين قهوة كل يوم؟ كتير. ده بيعمل في المخ لخبطة، يعني بيخلي المخ ما يشتغلش صح، مش عارف امتى يرتاح امتى يفوق، انت طول الوقت عامل له stimulation. ليه؟ لا يعني لازم ناخد كل حاجة بالمعقول. ضبابية المخ كمان بتيجي من الستريس، الضغط النفسي الشديد. انت حاطط نفسك طول الوقت في ستريس ستريس ستريس. لا على فكرة تمارين التنفس مهمة جدا. اقعد اخد نفس، اهدى، المشي، انزل امشي، اهدي نفسي. لازم ادي فرصة لجسمي ان هو يهدى، يعيد نفسه من تاني وهدوءه وراحته. الاكلات المصنعة، اللانشون، البسطرمة، المواد الحافظة، كل الحاجات دي بتضر الجسم وبتعمل زهايمر. بعد كده المواد الحافظة بتضر الجسم جدا يا جماعة، ممنوع لأولادنا كمان السوسيس، اللانشون، الهمبرجر، التركي، السلامي، سميته حاجات كتير قوي كلها. يعني ماله البيض؟ يعني اللي لابني بيضتين بسمنة يقعد ياكلهم. الحاجات الطبيعية العادية بتاعتنا راحت فين؟ ليه مسمين أسماء غريبة كده وكلها مواد مصنعة وكلها مواد بتضر الجسم وبتضر الأطفال كمان. أولادنا بيطلعوا على يعني على نمو غلط، بتعمل كمان حب شباب وبتعمل مخاط. ضبابية المخ بتيجي من نقص المغنيسيوم في الجسم ونقص أوميجا 3. طيب ايه الحل يا دكتور علشان انا مبقاش عندي دوت، او لو حد من صحابي او قرايبي حسيت ان هو بيشكيلي من الاعراض دي انصحه بيها؟ انه لازم يعيد ضبط جسمه، ينام بالليل يصحى الصبح الطبيعي بتاع الجسم، يظبط الجسم علشان الجسم يقوم بكل وظائفه بشكل طبيعي. مش هيبقى عنده صداع لو نام بالليل عادي وصحي بالنهار عادي، يعني اكيد مش هيبقى عنده صداع، اكيد جسمه هيبقى مظبوط. السكر، يقلل السكر، يمنعه خالص. السكر سم، الجسم مش بيستفيد منه يعني باي حاجه. انا اخد السكر بتاعي من الفواكه الطبيعيه اللي ربنا خلقها اللي بتطلع من الارض. الاكلات اللي هي الجانك فود دي ممنوع. مش ابقى قاعد زهقان وملان وانا اصلا شبعان واروح طالب دليفري هات لي همبرجر مش عارفه عليه سلامي، عليه تركي، عليه حاجات مانيش فاهماها. لا، ما انا ممكن اكل اللحمه في صورتها الطبيعيه، فيها الدهون الصحيه وفيها البروتين بتاعي. اكل الفراخ اللي يعني اشويها، اعملها مسلوقه في الشوربه، اكل السمك اشويه يبقى جميل جدا، الجمبري، الاكلات الجميله بتاعتنا مع الخضار، الرز جميل جدا برضو، النشويات، الخضار بتاعنا، الملوخيه والباميه، الحاجات الجميله بتاعتنا دي. يعني ليه ما ناكلهاش ونمنع الجانك فود ده خالص عشان نرجع جسمنا لطبيعته اللي ربنا خلقه عليها. تمام. لما يحصل ده خلاص حسيت ان جسمي متوتر وقلقان، المشي المشي المشي، دايما اتكلم عن المشي. لازم امشي كل يوم 1000 خطوة، يعني نص ساعة امشي بسرعة شوية، امشي انهج حبة. لازم انشط جسمي وارجع جسمي لحيويته ونشاطه وارجعه يرجع يحرق من تاني.
لازم ابقى هادي، اي توتر يعدي عليا ما ينفعش اقف عنده، لازم اعدي علشان هرمون الكورتيزول يتعدل في الجسم ويرجع لحالته الطبيعيه من تاني ويتحسن، ويرجع جسمي يحرق دهون من تاني ويصح، يبقى جسمي صحيح، ما يبقاش فيه مشاكل ولا صداع ولا زهايمر ولا يحصل لي الضبابيه المخ دي. تمام. طيب لازم اخد فيتامين دي. فيتامين دي ده انا باخده ايه؟ اما بنزل امشي في الشمس بالنهار لازم اتعرض للشمس، مفيش بلد ما فيهاش شمس، لازم اتعرض للشمس. ولازم اخد برضو اوميجا 3، ده مهم جدا، موجود في السمك وموجود كاقراص. لازم يعني اعالج الحاله دي لما تحصل معايا، لازم يعني اعالج نفسي في اي مرض بيجيلي، اي تعثر بيحصل في صحتي. انت مش بتعجز ولا حرقك بيبدا يقل ويقف الا بعد سن ال60 سنه. يعني ما ينفعش اقول ايه ده انا كبرت بقى عندي 40، ده انا بقى عندي 50، ده الحرق قل. لا، هو الحرق ما قلش ولا حاجه، الحرق شغال مظبوط زي الفل، انت بس اللي مش عارف تتعامل مع جسمك صح. لما يحصل لك انتفاخ، حموضه، امساك، ده معناه ايه؟ ان الجسم بيديك اشاره بيقول لك انا دلوقتي في اضطراب عندي، صداع من غير سبب كده، تلاقي نفسك طول الوقت عمال تنسى. لا، لازم اقف كده عند جسمي في الحته دي واشوف، لازم ابدا اعالج. المرض ما بيخشش من الباب بسرعه كده، لا يعني مش هيجي يخبط عليك ويخش، لا، المرض بيخش بيتسلل واحده واحده عن طريق العادات اليوميه اللي احنا بنتبعها كل يوم. لو احنا حافظنا على عاداتنا الغذائيه وعاداتنا اليوميه ونشاطنا وحيويتنا ونومنا، ويعني قللنا القهوه، كل ده مش هيحصل معانا البرين فوج، وعمرك ما هيحصل معاك نسيان، وجسمك هيبقى صحيح. ونشرب الميه 2 لتر كل يوم متوزعه يعني طول اليوم. الميه لازم دايما تبقى في ايدك على طول، مش عايزاكي تسيبيها حتى وانتي نازله تمشي، حتى لو ما قدرتش تنزلي وعندك اولاد او عندك صعب بالنسبه لك ان انت تنزلي كل يوم، افتحي على التلفزيون، على اي قناه، يعني اي حاجه رياضيه لمده نص ساعه، مشي في المكان، جري في المكان، نط الحبل، نجيب حبل وننط في البيت. اي طريقه هتقدري تحرقي بيها هتكون يعني سهله بالنسبه لك، اعمليها. لازم تحافظي على صحتك، صحتك دي نعمه ربنا اديها لك ولازم تحافظي عليها. ما ينفعش ان انت تهمليها وترجعي تقولي طب انا ليه جالي صداع، ليه جالي زهايمر، ليه حاسه ان انا مش مظبوطه، دماغي فيه ضبابيه، طب عندي امساك، طب لا، حافظي على صحتك. كان معاكم النهارده دكتور شيرين ابراهيم نصر، اتمنى اكون فدتكم. اعملوا لي سبسكرايب على القناه وفعلوا الجرس، وكل يوم هنزل لكم معلومه جديده. زي ما فدت ناس هفيد ناس تانية اكتر، وهنكبر القناه اكتر. اتمنى اشوفكم دايما على خير ورمضان كريم. وما تنسوش تفطروا على التمرايه اللي قلت لكم عليها، وبعدها تطلعوا تصلوا وتدوا فرصه للمعده ان هي تهدى وبتخش في حاله ان هي تهضم بالراحه وعلى مهلها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.